بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا وبعود الأيام. شايفين بقى الجمال والحلاوة والطعامة، طبعا وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا بقى من قريب ومن بعيد، بتتبيلة حلوة وسهلة وبسيطة زي ما متعودين مع بعض. شايفين الجمال؟ ومشوي ايا كان، تشوي بقى على الفحم، تشوي في الفرن زي ما انت عايزه. شايفين؟ يلا نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا انا معايا بصلتين كده حلوين وسط، ومعايا كمان 4 فصوص من الثوم، معانا كده طماطميتين وقرنين فلفل وقرن سبايسي. تعالوا بقى نشوف البهارات بتاعتنا: كزبرة وكمون وبابريكا وشطة وبهارات مشكلة، ومعانا فلفل اسمر وملح، ومعانا كمان كركم، ومعانا حبهان. طبعا البهارات المشكلة لو ما هيش موجودة عندك، مكعب مرقة دجاج وعبيله واديله زي ما بيقولوا. تعالوا بقى نعمل ايه هنا. هنجيب هنا شفشق الخلاط اهو، بدون اي افتكاسات، بدون مبشرة، بدون كبة، بدون اي حاجة. الشفشق بتاع الخلاط عادي جدا وسهل وبسيط زي ما متعودين مع بعض. نص كوباية مية كده عشان يدوروا لنا الخلاط. وهنزل الاول بالطماطم والفلفل زي ما احنا شايفين مع بعض. التتبيلة دي بتاعت المشاوي، تتبيلة سهلة وبسيطة ايا كانت للحوم او للفراخ. طريقة حلوة قوي، وكمان تعمليها الشيش طاووق، شيش طاووق فراخ لحمة. تتبيلة سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في كل بيت. طبعا البهارات جميعها موجودة في البيت، يعني حط البهارات اللي موجودة عندك. وتتبيلة حلوة وسهلة وبسيطة ومش معقدة ولا مكلكعة، وهتقدري تعمليها ايا كان مشوي في الفرن او على الفحم او زي ما انت عايز او على الجريل، بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة زي ما متعودين مع بعض. تعالوا بقى نضرب الكلام ده كله في الخلاط ونرجع مع بعض نكمل الفيديو بتاعنا. طبعا كده بقى احنا هنجيب بولة حلوة كده محترمة، وهننزل نجيب بقى الدورق بتاعنا او الشفشق بتاعنا، وننزل الخليط اللي جواه. شايفين بقى الجمال والريحة؟ مش قادرة اقول لكم. طبعا هنا فوائد الكركم احنا قلناها قبل كده، حلوة قوي قوي قوي. مغذي كمان لعضلة القلب، والكركم مفيد جدا لصحة البني آدم، وبيفيد كمان في هشاشة العظام أو في حالات العظام. شايفين بقى الجمال؟ طبعا هنا طبعا هنحط كده ايه، معلقتين كده من الزيت او 3 معالق من الزيت، وهنجيب كمان عصير ليمونه، عصير ليمونه واحده. طبعا هنا التركية بتاعت الليمون، هنا انا ما عملتهوش بقشره، لا انا هنا عصرته. الليمون ما عملتهوش بقشره زي كل مره، انا هنا عصرت الليمون. هقلب بقى تقليبه حلوه، ونظبط ملحنا ونظبط شطتنا ونظبط التوابل بتاعتنا. اللي هنا الشطة طبعا اختياري، الناس اللي ماهيش بتحب الاكل سبايسي طبعا اختياري. طبعا هنا انا هعمل فراخ مشوية. طبعا هنا متقطعة القطع بتاعة الفراخ تبع ما انت عايزة، قطع بقى صغيرة قطع كبيرة، الفرخة كاملة زي ما انت عايزة. طبعا الشيش طاووق، اللحوم بجميع انواعها، عايزة تشويها بالطريقة دي بالتتبيلة دي، حلوة قوي قوي قوي، من غير بقى لا مستردة ولا كاتشب ولا صويا صوص ولا اي حاجة. طريقة سهلة وبسيطة وتقدري تعمليها في المشاوي بتاعتك، وحلوة قوي قوي. شايفين الجمال والريحة؟ مش قادرة اقولك. طبعا هنا احنا متكلمين قبل كده وقايلين ان احنا هنعمل الفيديوهات بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة، نبسط امورنا، ما يبقاش كل حاجة صعبة او افتكاسات بقى من اللي احنا بنشوفها. لا، طريقة حلوة وسهلة وجميلة، وان شاء الله هتعمليها وهتعجبك قوي. تعالوا بقى هنسيبها كده ساعتين، لو مش ساعتين وعندك مثلا وقت ممكن تعمليها من على بيات وتطبخيها الصبح او تشويها الصبح. شايفين الجمال والحلاوة؟ يلا بقى نجهز الشوي، نجهز العدة بتاعتنا.
طبعا هنا انا ولعت فحم. الفحم هنا بيولع ازاي؟ الفحم هنا بيولع، بتجيبي كده قطعتين من الفحم تحطيهم على البوتاجاز. طبعا لما بيولعوا بتجيبيهم وتحطيهم وسط الفحم، وتبدأي كده ان انت تهوي عليه، هيولع كل الفحم معاكي في وقت قليل. هبدأ بقى ان انا ارص الفراخ بتاعتي زي ما احنا شايفين كده على بعض مع بعض على الشبكة. جايبالكوا تركاية تركاية وحركاته وتكاته. هبدأ بقى ان انا اشوي. شايفين بقى الجمال والروايح، روايح رمضان في البيت حاجة تانية. شايفين الحلاوة والجمال واللون. تعالوا بقى نقدم التقديمة بتاعتنا. طبعا احنا كل واحد حر في تقديمته، بس احنا بندي افكار لبعض بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلكعة. طبعا جبت ورق او صينية تحطي فيها ورق فويل، وبعدين تحطي قطع الفراخ بتاعتك بطريقة حلوة قوي. شايفين الجمال والحلاوة. انا طبعا ما سرعتش الفيديو ولا مبطئاه ولا اي حاجه، انا سايبه الفيديو على طبيعته علشان انا يعني انتوا وحشتوني جدا، وحابه ان انا اتكلم معاكم واقول لكم على كل الحاجات اللي موجوده في الفيديو بطريقه سهله وبسيطه. ومش شرط ان احنا نشوي فراخ، لا شرط ان احنا ممكن نعمل شيش طاووق، ممكن نعمل لحمه ريش، ممكن نعمل زي ما احنا عايزين. التتبيله دي للشاي سهله وبسيطه ومش مكلكعه ومش مكلفه. شايفين الحلاوة والجمال ولونها، لون الكركم، اللون بتاع الكركم رائع جدا جدا وعطيها لون حلو قوي. طبعا هنا التزيين بتاعنا بقى بيرجع لنا، ممكن بقى تحط ترانشات ليمون، ترانشات برتقان، تحطي كمان شبات وبقدونس كده زي ما انا عامله، انت وراحتك. شايفين الحلاوة والجمال. الله على الجمال، والله كمان على الطعم. شايفين انا هنا جايبالكوا الكاميرا من قريب جدا كمان عشان تشوفي اللون عامل ايه والطعم حكاية. واحنا قلنا مش شرط نشوي على الفحم. بجيب لكم الكاميرا من جميع الاتجاهات. اتمنى يكون الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير.